معلومة كده على الماشي. لو أنا عندي مجموعة نقط بالشكل ده وعايز أكون منهم سطح، السطح ده هيظهر فيه تشوهات وهيظهر فيه مساحات كبيرة متكون فيها سطح ما فيهاش نقط. تعالوا نجرب إن إحنا نيجي على البوينت جروب اللي موجود عندنا. طبعا كل النقط دي موجودة في الأول بوينت جروب زي ما أنتوا عارفين. هنيجي هنا على البوينت جروب ونقول له هنكريت مجموعة نقط جديدة هنسميها الإكزيستنج بوينت جروب. انكلود كل النقط على حسب النمبر ماتشنج. select from drawing وحدد كل النقط أحطها في الجروب بتاعي. اهم حاجه نرجع هنا على شكل الايه، شكل النقط. ممكن نديها شكل الايرون بين مثلا ونعدل الستايل على اساس بس يبقى ظاهر ان احنا عدلنا في الايه، عدلنا او اضفنا النقط في جروب تاني. وبالنسبه للليبل الخاصه بالبوينت، فباجي هنا اقول له ان انا مش عايز اديها اي ليبل. ادي شكل النقط بتاعتي دخلت في الجروب. عايزين نكريت منها سطح. هروح هنا اقول له create surface. ومن السيرفيس ده هختار ان انا هسمي السطح existing ground وبعدين هقول له اوكي. وبعدين هاجي اعمل له definition من خلال point group كليك يمين اد واختار طبعا ال existing point group واقول له اوكي. دلوقتي عمل لي سطح البوردر زي ما انتم شايفين الخاص بالسطح مش ماشي مع حدود النقط بتاعتي وظاهر عندي بعض الايه التشوهات. وسطح هنا في المنطقه الفاضيه دي وسطح هنا في المنطقه الفاضيه دي. طيب انا عايز البوردر يبقى ماشي مع حدود السطح. فبسلك اقول له كليك يمين اقول له surface properties. بعدين باجي اغير الستايل هنا الكونتور اند تريانجل شكل العرض بتاع السطح بتاعي. اوكي بظهر الخطوط المثلثيه. بسلك هنا على السطح واقول له edit surface واقول له delete line. وبعدين اقول له اف انتر وانا داخل الامر. وبعدين هحدد كده بامر فينس الخطوط دي واشيلها. وبكده بكون هذبت السطح انه يمشي مع حدود الرفع المساحي. تعالوا نشوفه في الاوبجكت فيور شكله عامل ازاي. ادي الشكل السطحي الايه المتكون عندي من مجموعة النقط. الملف بتاع الشغل هرفقه تحت الفيديو ده في الوصف ان شاء الله. وهرفقه في الفيسبوك من خلال لينك للتحميل. سلام عليكم.